اكتر اشاعه طالعه عن عربيات الكهرباء ان بعد 5 سنين او 6 سنين الناس بتقول لك اللي هتوفروا بنزين وصيانات هتصرفوا على ثمن البطاريه. معانا النهارده هونداي ايونيك هونداي ايونيك ايه كونا. هونداي كونا 2018. العربيه دي ماشيه بقالها 6 سنين على الارض وتخطت ال 160 الف كيلو. 160 الف كيلو اتعمل فيها ايه وتصلح فيها ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. بس قبل ما نعرف ايه اللي اتصلح فيها هنشوف بطاريتها للامانه وللصدق كام في المية كفاءتها بالظبط، وهنشوفها مع بعض على الجهاز. خش يا ابو الصحاب على العربيه ورينا تعال الجهاز نتوني. كده. عامل ايه يا نار؟ مساء الخير، مساء ازيك يا الفل. توني؟ اهلا وسهلا في عمان كمان مره والاردن. حبيبي يا صديقي. واهلا وسهلا بالمشاهدين كلياتهم بايفي ماستر، المركز المتخصص بصيانه السيارات الكهربائيه حبيبي. في الاردن. عايزين انا نارت زي ما انتم بتعرفوا، صديق توني وتوني صديقي، فاحنا دائما مع بعض. طبعا شرف ليا. جزء من التيم بايفي ماستر، ودائما بتشرفونا وبشرفنا توني بالمركز. ده شرف ليا. ال حابين- 200 واحد اللي على اللايف يا جماعه كده الاول ايه بقى؟ شير كده ولايف، شير اللايف ولايكات كده من القلوب، الله يبارك لكم. انا عايز قلوب مش لايكات. الهونداي كونا يا جماعه من العربيات الاعتماديه قوي قوي قوي، ودي كانت تاني عربيه املكها في مصر. كانت موديل 2019. العربيه النهارده بتاعتي ماشيه تقريبا حوالي 140 الف كيلو في مصر عندنا، ومن العربيات الاعتماديه قوي قوي قوي. المهم لايكات كده جميله. انت كنت عايز تقولي عشان قطعتك في الكلام؟ انا معك. يلا بينا نطلع على البطاريه اول. نطلع عشان امانا نخلي بس كده حته مصداقيه للناس. وهقول لكم على حاجه يا جماعه، العربيه الكهرباء عموما هي اغلى حاجه فيها طبعا زي ما الناس بتقول، هي فعلا بطاريتها. طيب احنا النهارده ركبنا عربيه موديل 2023 او 2022. هنقول ان العربيه تقعد معانا 5 سنين او 6 سنين زي ما الشركات المصنعه، مع ان بقالها 6 سنين هي ماشيه. وهتتصدموا دلوقتي من كفاءه البطاريه بتاعتها كام في الميه. طيب هنقول بعد 6 سنين او 8 سنين البطاريه هتقل 50% نارت، مش هنقول 10% و5%. تمام؟ خلينا طيب نشوف. تمن البطاريه النهارده او من 6 سنين كان تمنها مثلا الكيلو وات بيكلف $1500. النهارده تمن الكيلو وات بيكلف $90. طب بعد 7 8 سنين سعر الكيلو وات هيكلف كام؟ تمن البطاريه هتكلف كام؟ هنضرب الكيلو وات الواحد في قدره البطاريه اللي هي بتاعت العربيه. يعني النهارده مثلا العربيه تكون 64 كيلو وات، فال 64 كيلو وات هنضربهم في $90، يعني تمن البطاريه النهارده حوالي $7000. تمام؟ طب بعد 8 سنين هتبقى كام دولار تمن البطاريه؟ هتلاقيها مثلا 3 4 2، بتقل تدريجيا علشان تنافس الشركات والتكنولوجي كلها بتتطور كل يوم. البطاريه بتتفك خلال 10 دقائق وتنزل خلال 10 دقائق وتركب خلال 10 دقائق. طيب بصوا يا جماعه، افتح يا عم. اذا عم نطلع على القراءات تاعت السياره ده احنا عايزين نوري بس الناس ايه، عشان برضو نبقى الناس تقول لك ده عربيه تانية لقريه. فاحنا ايه للامانه يا ابو الصحاب عايز افتح. تشغلها؟ لا هنوري الناس ان العربيه وصل الكمبيوتر اهو شغال بتاعها. تمام. تمام. والجهاز اهو. هاي البطاريه. استنى نوري الناس، انا اسف، نوري الناس برضه العداد بتاعها. العربيه ماشيه يا جماعه كده، هي 158 الف كيلو شايفين؟ استنى ندخلوكم الكاميرا جوه شويه. ماشيه 158 الف كيلو يا جماعه العربيه اهي. 158 الف 103. حلو الكلام. اديني كفاءه البطاريه نارت. ال 300 اللي على اللايف كده يا جماعه الله يبارك لكم، ايه قلوب كتير وشير، الله يبارك لكم. يلا. هلا لازم نطلع على الخليه. هلا خلايا البطاريه تقريبا 98 خليه. تمام. اللي مبينين عندنا هون اخر تنتين فيهم 3.9 فولت اللي هي 97 98. تمام. اذا بنطلع على المعدل تاع البطاريه، الماكسيموم تبع البطاريه 3.9، تمام. والمينيموم تاع البطاريه 3.9، معناته اعلى قيمه بالخلايا كلها 3.9. تمام. واقل قيمه 3.9، معناته الفارق بين زيرو 97 98 خليه زيرو، اللي هو الباتري سيل ديفيشن. تمام. اذا بنطلع على كل الخلايا راح نلاقيهم كلياتهم قراية نفس واحدة. القراءه. شايفين يا جماعه؟ وصلنا 64 الخليه 64، الخليه 53، 53 الخليه 42، الخليه 31، كلها قرايات واحده زي ما انتم شايفين كده. يعني كفاءه البطاريه بعد 158 الف كيلو وبعد 6 سنين مشي. المفروض لا. النت مش هيفصل. يلا بينا. طيب ايه تاني يا نورت؟ فاحنا عم نحكي البطاريه هاي الماكسيموم والمينيموم
تمام. عفوا. خد راحتك يا ابو الصحاب. بصوا يا جماعه، من اول خليه 1 لغايه خليه 98 كفاءه البطاريه 100%. شايفين؟ فاقد فيها زيرو. زيرو. الخلايا كلياتها نفس القراءة، يعني عادة بعد فترة ومشي بتلاقي بعض الخلايا نزلت 1%، 1/1000، بتلاقي الرقم اختلف. بس ما شاء الله بالسيارة هاي ولا أي خلية عم تفرق عن الخلية الثانية. وأصلا السيارة من حالتها ومشيها مبين إنه السيارة بطاريتها ممتازة، لأنه حتى لما طلعنا نجربها ضل العداد ثابت، ما خسرت كثير من الكيلومترات اللي فيها البطارية. تمام. هلا هاي السيارة ماشية 160 ألف كيلو أو 158 ألف، 158 تقريبا ألف 160 ألف. العربيه ورد كوريا زي ما انتم شايفين. كورية الأصل، وأكيد جاية على الأردن ماشية، ما أتوقع مشيت الرقم هذا كله في الأردن، فهو على الأغلب جايبها ماشية من كوريا وكمل المشي تبعها بالأردن. إذا بنطلع على غرفة المحرك، ما فيش محرك يا ابو الصحاب. محرك الكهرباء، هو حاطين هاي الغرفة كلها منظر. طب نوري الناس بقى بالمره بعد فتحنا الكبوت بتاع العربيه. ممكن نشيل الغطا ده كده. طبعا. تمام. شد يا ابو الصحاب، انت ما بتاكلش ولا ايه؟ المنسف مش عامل عمايله ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، ده الاون بورد تشارج. تمام. دي ميه التبريد، ده جهاز الاي بي اس، ده زيت الفرامل. كمل يا ابو الصحاب كمل، ما ينفعش تعدى الاستاذ موجود. توني في يعني. كثير ناس لسه عم بيسالونا انه السياره عن جد فيها سوائل تبريد، فيها زيت بريك، فيها زيت جير، فيها بطاريه زي السيارات الثانيه. نعم، هدول السيارات فيها الاساسيات للسياره البنزين. فيها بطاريه 12 فولت بيعتمد عليها كل الانظمه والكنترولرات اللي بتحكموا بالسياره، ففيها بطاريه 12 فولت زيها زي السياره العاديه، وبتخرب ولها استهلاك ولها فحص. احنا بنركز عليه كثير لانه هذه في حاله ضعفت السياره مش رح بتموت. تشتغل، بتبطل، بتموت. يعني عادي الواحد ينزل يشتري شيء يرجع يشغل السياره يلاقيها ميته بسبب انه هاي بيكون عمرها انتهى او فيها مشكله. زي العربيه البنزين. سائل التبريد ضروري للسياره لانه هو بيبرد الاجهزه الاساسيه في نظام الدفع والشحن. وبرضه هون في راديتر عشان يبرد السائل، وفي عليه مروحه بيبرد السائل. السائل برد بفوت على الانفرتر، على الاون بورد تشارجر، على المحرك، وفي بعض السيارات على البطاريه. تمام. فهذا السائل بيبرد كل الاجهزه هاي، وبعدين بيرجع على الراديتر بيجي الهواء. في حد كاتب لك التكييف بيشتغل ازاي؟ التكييف مشابه للتكييف بالسيارات البنزين والهايبريد، بس الكمبروسر ان هنا كهرباء. في كومبرسور بس كهرباء، ما بتشتغل على المحرك، بتشتغل عن طريق الهاي فولتج اللي هي الكهرباء، التيار العالي اللي موجود في بطاريه السياره. وحتى هي في البراميش تبعونها او الخراطيم تبعونها، الحساسات تبعونها كثير قريب على النظام تبع السياره العاديه، متطور شوي اكثر. عاملين هون فالفات على اساس يتحكموا بالحراره اكثر، في مبردات عشان يصير في تباين حراري، بالزبط. يدخلوا الغاز يبردوا السائل الثاني الى اخره. وفيها فيوزات زي العربيه البنزين العاديه فيها خالص. فيوزات نفس الشيء بتشيكوا. شيل. بتشوف برضو الفيوزات اللي ضاربه ايه، فيوز الانوار، الحاجات دي كلها هي العربيه البنزين بالظبط. شايفين؟ تمام. توني في شغله مهمه كثير لازم نحكي عنها. قول لي يا باشا. زيت البريك، لسه عم بيسالونا الناس هل زيت البريك بتغير ولا لا؟ هل زيت البريك بخرب؟ احنا باي في ماستر كل سياره عندنا بتيجي شو ما كانت ماشيه لازم نفحص اداء وكفاءه زيت البريك. تمام. لانه حتى السيارات اللي ماشيه قليل ممكن بحكم سواقه صاحبها، المناطق الوعره اللي عم بنزلها، النزول لمده طويله، بيغير من خصائص الزيت وبيفقد فعاليته. فدائما احنا بنسحب عينه حتى لو ما فيش سخونيه ولا اي حاجه. بكل الاحوال. بكتالوجات الشركات المصنعه بيقول لك بعد 2 أو 3 يفضل يتغير كامل. تمام. وبعدين كل 2 ينفحص. تمام. عشان نضمن انه السائل كفاءته 100%، لانه هذا سائل فيه له خواص تتغير مع الحراره. تمام. فسائل التبريد، سائل البريك دائما ضروري نشيكه. السوائل التبريد لازم دائما نشيكها، لانه لو نقص راح يسوي مشاكل في المحرك وراح يسوي مشاكل في نظام الشحن، واحنا بغنى عن هاي المشاكل. فالتشيك الروتيني ضروري جدا بالسيارات الكهرباء، رغم انه هي السياره ما بخرب فيها شيء زي البنزين، ما في زيوت لازم تغيرها كل فترات قليله، ولكن لازم تتشيك كل فتره وفتره. طيب. حسب كتالوجها. العربيه ماشيه 158 الف كيلو، ايه اللي اتصرف عليها؟
او اللي غير فيها؟ احنا السياره هاي ما عندنا الخلفيه كامله على صيانتها، بس من اللي احنا شايفينه معظم القطع اللي عليها اصليه. عملت شيك عليها بالضبط، معظم القطع اللي عليها لساتهم اصليه. ممكن غير كوشوك مره او مرتين، بركات اتوقع مره واحده غير اذا مش غلطان. بس احنا السياره اجتنا بعد ما تشيك عليها تبين فيها صوت عالي من نظام الدفع من الجير بوكس. تمام. والصوت مزعج، وكان لازم نفك الجير بوكس. فكيت الجير وغيرت البليه. على الصوت اللي طلع كنا متوقعين حتى انه في المسننات صار فيها تآكل، لانه عادة اذا ما تغير الزيت بوقته تقريبا بين 70 ل 100 الف كيلو حسب السيارة، كل سيارة شكل، ممكن الزيت يفقد خواصه ويبطل يحمي القطع المتحركة جوا الجير. تمام. فاتوقع هاي السيارة ما تغير لها زيت نهائيا، فهذا سارع في موضوع انه يصير في تآكل في المسننات والبيل. بس الحمد لله لما فكينا هاي السيارة كانت بحاجة بس لبيل، بس فغيرنا كل البيل الداخلية، شيكنا بيل المحرك، وردينا جمعناها مع زيت جديد مع مواد حافظة عشان نضمن انه الزيت عم بيعطي اعلى اداء. وما شاء الله رجع الجير تبعها جديد وصوته معدوم. علشان جيب فيه ماستر بس. حبيبي يا نارت، الله يخليك، هتعبناك. والناس يا جماعه بتسال شو اسم المحل اللي بتفحص عنده سياره بي 250 بتاع حسام بقى كده. استنى اسال حسام. يا حسام، بصوا حسام يا جماعه عمال يفتكس في العربيه عندي وهيموت ويفتح العربيه بالابلكيشن، فهو عايز ايه يشغل العربيه بالابلكيشن، فهو قاعد ايه جايب باشمهندس من توكيل هونداي تمام وعمال يفحص لي العربيه بالابلكيشن. الله ينور يا عم حسام، الله ينور يا غالي. المحل بتاعك فين؟ في حد بيسأل على العربيه البي هيروح لها فين صيانه؟ بيادر. في البيادر. فين في البيادر؟ قرب من الدفاع المدني. قرب من الدفاع المدني. محل اسمه ايه؟ ثيرد دايمنشن، البعد الثالث. تمام. برضه هاي شركة من شركاتنا كانت متخصصة بسيارات الهايبريد وبسيارات البي كلاس بالذات. ممتاز. والشباب اللي عندنا هناك كلهم متدربين تدريب عالي التقنية. استاذ محمد بيسالني انت ليه طول الستوري ماشي على سرعه 80؟ ماشي على سرعه 80 ليه؟ لان انا من القاهره لشرم الشيخ يا استاذ محمد مفيش ولا نقطه شحن قابلتني، فلازم امشي 500 كيلو على سرعه 80 علشان 80 90 علشان الشحنه الكامله تكفيني. لكن لو كان في نقطه شحن قابلتني في السكه كانت العربيه هتبقى هتوصلني وهشحنها. بصوا يا جماعه العربيه الكونا دي من احلى العربيات فعلا اللي انا ركبتها في مصر، بس هي مشكلتها بس حاجه واحده. بصوا كده ورا معايا، بصوا هي مشكلتها ان هي من ورا ضيقه. يعني لو انا قاعد انا ومثلا حد جنبي فاللي قاعد ورا متقدر شويه. هو ده عيب العربيه الكونا، لان انا عندي عائله مكونه من 5 افراد وشنطتها برضو مش عائليه من الدرجه الاولى. شنطتها برضو 340 لتر، فكانت غلسه شويه بالنسبه لي. بس احنا يعني وقت كده وانا عندهم في المركز هنا في ايدي ماستر، فقلنا ناخد كده ايه نظره سريعه واوريكم العربيه الهونداي كونا بعد ما مشيت 158 الف كيلو ما صارش عليها حاجه. فهي دي العربيات الكهرباء، واللي ما شافش اللايف من اوله يا ريت تشوف اللايف من اوله علشان تعرف عمر البطاريه كام سنه وكفاءتها بتقل بعد كام سنه، والفيديوهات القديمه اللي احنا مصورينها عندنا على البيج بعد كده في البيج بتاعتنا في الفيسبوك. اشوفكم بقى على خير، ويا جماعه اعملوا قلوب بلاش لايكات، قلوب كده من الناحيه الشمال، قلوب كتيره، واعملوا شير من اللايف ده عشان الناس تستفاد اكتر ان العربيات الكهرباء عربيات موفره وبتحافظ على فلوسنا. سيبكم من الناس اللي هي ايه اعداء العربيات الكهرباء وليها صيانه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.